السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم وليد صادي يفكر في حل غير متوقع لهذا السبب. إليكم التفاصيل. كشفت مصادر مقربة من منصة أوراس ميديا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة رئيس الفيفا وليد صادي وضع احتمالا في حالة عدم توفير مدرب وطني ينوب عن الناخب جمال بالماضي. وربط رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي اتصاله مع مدربين، ويتعلق الأمر بكل من السويسري فلاديمير والبرتغالي جوزيه. ويخشى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن يتمطل الثنائي في الرد على عرض الفيفا. وعلى هذا الأساس من داخل بين الاتحاد الجزائري أن وليد صادي يفكر في الاستنجاد بخدمات رابح سعدان مؤقتا، وذلك في حالة ما لم يتم الاتفاق مع مدرب من هذين الاثنين. وأضافت المصادر ذاتها بأن رابح سعدان قد يشرف على العرض الفني للمنتخب في حالة انعدام كل السبل في تعيين مدرب للمنتخب الجزائري، وذلك على الأقل من أجل مسيرة الدوري الودية المقبلة التي ستجري في الجزائر. وتسارعت الأحداث في بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث مر صادي إلى السرعة القصوى من أجل إيجاد مدرب للإشراف على المنتخب الجزائري المقبل على تحديات بالجملة. وتبدو الساحة التدريبية خالية من الأسماء المميزة المتاحة لخلافة المدرب جمال بالماضي في مهمته على رأس العرض الفنية. وفي تصريحات لقناة الحياة قال المدرب جوزيه بأنه يرغب في الركون إلى الراحة بعد مجهود كبير بذله خلال نهائيات كأس إفريقيا. وأضاف بيسوري بأنه وصل للتو إلى موطنه البرتغالي من أجل الراحة والبقاء لبضعة أيام قبل اتخاذ أي قرار. وبالنهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة.